اختي، جربتي شي نهار تكوني جالسه ومتكيه وتبداي تهضري مع الله؟ اهضري مع الله حتى يديك نعاس. هذه جمله عاديه، ولكن فاش تبداي ديريها يوميا غادي تحسي بها. حيدي من بالك ديك الفكره ديال تهضري مع الله غير في الصلاه. لا، ممكن تهضري معاه في كل وقت، فاش تكوني غاديه ولا جالسه، فاش تكوني بوحدك، فاش تكوني مسافره، فاش تكوني متكيه، فاش تكوني فرحانه، فاش تكوني حزينه. تعلمي تهضري مع الله، تقولي ليه شنو بغيتي، شنو ناويه ديري، شنو بدلتي في حياتك. عاودي ليه شي حاجه درك، شكي ليه الضغط اللي انت فيه وشنو اللي مقلقك. قولي ليه داكشي اللي كتمني، داكشي اللي كيجيك صعيب، داكشي اللي ما كتعرفيش ديريه وبغيتي تعلميه. استغفريه مره على غباء تصرفاتك. هضري ليه حتى على ادق التفاصيل. تهضري مع الله 24 ساعة على 24، وتسالي هضرتك وانتي واثقة ومتأكدة بلي ما غاديش يضيعك سبحانه وتعالى، وبلي هو سندك الحقيقي. وضحكي وارتاحي ديك الساعة، نسبة الشكوى غادي تنقص، غادي تحسي براسك مرتاحة، وحياتك غادي تتبدا تتبدل نهار على نهار. نقدروا نسميو هاد القضية الاستغناء التام بالله. ماشي ضروري تهضري مع الله بالفصحى وتدعي بالفصحى، لا، هضري معاه بالدارجة، راه غادي يفهمك. وإلا دعيتي بقلبك غادي يكون أحسن من أنك تقراي غير واحد الدعاء اللي شفتيه في الانترنت. هضري مع الله، عاودي ليه، شكي عليه وطلبي منه داك الشيء اللي بغيتي. هضري معاه عادي بحال فاش كتهضري مع ماماك ولا اختك، هضري بحال هكا. انا كنبغيك بزاف سيدي ربي، واخا كنغلط بعض المرات، ولكن انا كنبغيك. ما كرهش نبعد من جميع المعاصي، ولكن نفسي كتغلبني والشيطان كيغلبني. سمح لي يا سيدي ربي، سمح لي بزاف. بعض المرات كندير شي حوايج اللي ممكن يقلقوك مني، واخا ما كنبغيش هاد الشيء. انا ما كرهش نتبدل الاحسن سيدي ربي، وبغيتك تعاوني حيت انت بوحدك اللي قادر على هاد الشيء. انا عارفك سيدي ربي، بعض المرات ما كتستجبش للدعاء ديالي حيت داك الامر ما فيهش الخير ليا. انا عارفك كتبتليني غير حيت كتبغيني وباغي تغفر لي الذنوب ديالي. سمح لي بزاف، انا بعض المرات كنسى هاد الشيء وما كنصبرش على الابتلاء. انا اسيدي ربي عندي بزاف ديال الامنيات اللي بغيتهم يتحققوا ليا، كنبدل الاسباب وغادي ندير جهدي كامل، ولكن انا محتاجه ليك انت، حيت انت الوحيد اللي قادر تحقق لي داكشي اللي كنتمنى. انت يا سيدي ربي ما كاينش بحالك. كنبغيك بزاف وكنشكرك بزاف على النعم ديالك. واخا بعض المرات كنسى هاد الشيء وكنفكر غير في داكشي اللي ما عنديش، وكنسى نشكرك على كل نعمه عطيتيها ليا. انا عارفه سيدي ربي بعض المرات كنتحرمني من شي حوايج غير لمصلحتي. اختي، انا بغيتك تهضري مع الله بحال هكا. هضري عادي، المهم خرجي داك الشيء اللي في قلبك. جربي، ما غاديش تندمي، والله عز وجل غادي يفرح بزاف بهذا الشيء. عرفتي شنو الفرق بين انك تهضري مع الله وتهضري مع انسان؟ كاين فرق كبير. الله هو الوحيد اللي غادي يسمعك ليك بلا ما يقاطعك. الله هو الوحيد اللي واخا تبقاي هاضره معاه نهار كامل ما غاديش يعيا منك. الله هو الوحيد اللي ما غاديش يمشي ويخليك هاضره، غادي يسمع ليك حتى تمشي انتي. الله هو الوحيد اللي ما غاديش يقول لك صافي بركه عليا من هذا الموضوع. الله هو الوحيد اللي فين ما بغيتي تهضري معاه غادي تلقاه في اي وقت بغيتي، في الصباح، بالليل، مع الوحدة، مع الجوج، مع الثلاثة، 24 ساعة على 24. الله هو الوحيد اللي فاش كتقولي ليه شي حاجة كتبقى غير بينك وبينه. الله هو الوحيد اللي قادر يعاونك باش تحلي جميع مشاكلك، وقادر يحقق لك أمنياتك. الله هو الوحيد اللي واخا تبقاي تعاودي ليه في نفس الهضره 1000 مره ما غاديش يمل منك. بالعكس، الا درتي هاد الشيء الله غادي يفرح بزاف. تعلمي تهضري مع الله، اقتربي من الله تقترب السعاده منك. الا عجبكم كلامي بارطاجيو هاد المقطع.